ازاي ممكن اوفر مش اقل من 8 ساعات وانا بستخدم ال 3D Max؟ دايما كان بيتقال لي اول ما جيت ابدا اتعلم ال 3D Max، اول ما تلاقي نفسك بتكرري نفس الحاجه كتير او بتعملي الحاجه as a donkey work، اعرفي ان انتي ماشيه غلط. وعشان كده بقيت كل ما بلاقي حاجه انا بتاخد مني وقت كبير وحاسه ان هي حاجه تكراريه او حاجه فيها غباء زي ما بنقول، لازم ادور واشوف حل ليها. ال 3 دي ماكس بجد بحره كبير قوي، وفي تيبس وتريكس مش طبيعيه. فهنبدا ان احنا نكتشف التيبس وتريكس دي مع بعض، واحاول على قد ما اقدر اقول لكم كل التيبس وتريكس اللي انا بتعرف عليها وبعرفها جديده في البرنامج. والنهارده هنبدا باول تيب. مفتاح الماكس بيكون عند اغلبنا بالشكل ده، يعني بيبقى فيه شويه اختلافات في الفيو بورت حسب كل واحد بيرتاح في الشغل ازاي. التركية بقى يا جماعة هي كالتالي: ان احنا لما بنيجي ندخل هنا من ناحية اليمين عند الموديفايرز، غالبيتنا او ممكن نقول يا رب يبقى نسبة 50% مش اكتر من كده، مش ظاهر الزراير اللي هنا دي، اللي هي الباتنز اللي هنا دي. ماشي، دي بنقدر نظهرها ازاي؟ شايفين العلامة اللي تحت دي اللي هي لونها مربع كده؟ دي بندوس عليها وبندوس اللي هي show buttons. لما هتدوسوا عليها هتلاقوها مختلفة عن الشكل ده، او هتلاقوها مش موجودة اصلا زي ما دلوقتي خافتها. اول ما بندوس عليها تاني بتظهر. حلو. طيب لو انتوا دوستوا عليها وظهرت بس مش ظاهر هنا الحاجات اللي انتوا عايزينها، هنا الزراير دي تقدروا ان انتوا تختاروا فيها عددها وتقدروا تختاروا الموديفايرز اللي انتوا دايما بتستخدموها. طيب بنعمل كده ازاي؟ بندخل برضو على نفس الزرار اللي احنا قلنا عليه، وبعد كده بنروح على configure modifier sets، فبيظهر لنا بيظهر لنا الشاشه دي. طيب الشاشه دي اول ما بتظهر لنا بيقول لك هنا ايه عدد الزراير اللي انت عايزها، اللي هي توتال باتنز. فانت بتختار عددها، مثلا انا هقوم قايله له 10. حلو. او ممكن اقول له اقل من كده اكتر من كده حسب استخداماتك. حلو. بعد كده بنروح هنا على الموديفايرز وبنختار الموديفاير اللي احنا عايزينها. طيب انا اكتر حاجات بستخدمها هي الاديتابل بولي والاديتابل مش والاديتابل لاين والسبلاين سوري، واللي هي الاف اف دي 4 باي 4 والسلايس والسيمتريكال واليو دبليو اليو في دبليو ماب والاكسترود والفلور جنريتور. طيب انا ممكن اضيف ايه تاني؟ ممكن اضيف مثلا الميرور، او ممكن نضيف شل لو انت بتستخدمهم كتير. وممكن تضيف اللي هي سويب لو انت مثلا شغال على، او لو انت شغاله على حاجه فيها كلاسيك كتير، هتفيدك قوي في النقطه دي. طيب لو انا مش عايزه استخدم كل دول، انا محتاجه استخدم حاجات اقل من كده، عادي هنقلل عددهم ونكتب مثلا 5 or 6 or 7، حسب العدد اللي انت حابه او اللي انت حباه. انا بالنسبه لي الثمانيه دول زي الفل، او التسعه دول بالنسبه لي كفايه جدا وبيفيدوني قوي. وممكن بس اضيف اللي هي السموث، او ممكن اضيف حاجه تانية اللي هي الشامفر. بحس ان انا بستخدمها كتير فانا ممكن اضيفها دلوقتي. طيب اول ما بتدوس اوكي بيظهر لك هنا كل الموديفايرز. طيب لو انا جيت مثلا عملت بوكس كده بالشكل ده، هقوم داخله دايركتلي هنا عايزه احط له اديتابل بولي دايركت من غير ما اروح كل شويه على الموديفاير واقوم كاتبه هنا اديتابل بولي او اديتابل مش وافضل ادور عليه واجيبه والجو ده. بالعكس هنا كل حاجه في ثانيه، يعني خلاص انا عملته اديتابل بولي دلوقتي، عملت حاجه هنا، عملت ده مثلا، عملت له اكسترود فور مور، اديته لوكال عملته بالمنظر ده، بعد كده قمت رايحه سيمتريكال وقمت عايزه اغير حاجه هنا، اقوم مغير حاجه هنا في ثانيه على طول من غير اي حاجه. طيب خلصت السيمتريكال هقوم رايحه على سلايس، اقوم مختاره سلايس هنا بالشكل ده، اقوم رايحه شايله الجزء اللي انا عايزه اشيله بالمنظر ده. طيب بعد كده عايزه احط في يو في، حطيتها في ثانيه. بعد كده عايزه احط فلور جنريتور، هحطه في ثانيه. اف دي في ثانيه. خلاص انا خلصت كل الموديفايرز عشان هي كلها قدامي، مش محتاجه ان انا اروح هنا وافكر حتى في الموديفاير، لان اكتر الموديفايرز اللي انت بتستخدمها هتلاقيك تحطها هنا دايركتلي. واحنا غالبا بنستخدم تقريبا هي الموديفايرز دي اللي احنا بنستخدمها. ممكن كام حاجه كمان ممكن نستخدمها مره في الورك فلو كله، لكن دول هتلاقيهم اكتر حاجات انتوا بتستخدموهم على طول. ممكن يبقى في موديفايرز تانية انتوا بتستخدموها اكتر، حطوها برضو. فكل ما الموديفايرز تكون قدام عينيك او قدام عينيكي حاجه بتستخدميها بشكل يومي، ده بيوفر عليك وقت ومجهود كبير قوي. حتى اوقات الواحد بيجيله ايرور كده اللي هو انا متاكده ان في موديفاير معين انا كنت عايزه استخدمه، وبيجي لنا ايرور كده اللي هو
دي كان حاجة سهلة أنا مش فاكراها. فبجد حوار الباترنز دي أنقذتني بجد، سهلت عليا الشغل قوي. ممكن تفتكروا إن الموضوع في الأول إيه ده بجد، ده هيوفر عليا ب8 ساعات في الأسبوع. أنا ما كنتش متخيلة ده، بس انتوا لو جيتوا عملتوا تايمر وشفتوا الوقت اللي بياخده الفايل منكم وانتوا شغالين بالزراير دي وانتوا مش شغالين بيها، هتلاقوا بجد ان الوقت اللي بياخده فارق قوي 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 معاكم. واحنا بجد الربع ساعة بتفرق معانا في الشغل جدا. فجربوها وقولوا لي رأيكم. ولو تعرفوا حد برضو ممكن ان هو يحتاج حاجة زي كده، شجعوهم وقولوا لهم على المعلومة الجديدة دي، لعلهم يستفيدوا، لعلكم تستفيدوا، لعلنا كلنا ناخد الأجر. وشكرا لكم جدا، ويا رب يا رب اكون افدتكم. ولو تعرفوا اي تip او تريك او هاك او اي معلومه ممكن ان هي تسهل الشغل علينا واحنا بنشتغل على 3 دي ماكس، يا ريت تكتبوها في الكومنتات. لو في فيديو على اليوتيوب انتوا شفتوه حسيتوا انه مفيد قوي في المجال بتاعنا، يا ريت برضو تحطوه في الكومنتس، هيفرق معانا قوي وهيفرق مع كل حد كان محتاجه. وشكرا لكم، سلام.